أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن نقلة كبيرة قوي، نقلة ضخمة بتحصل دلوقتي حالا في عالم الذكاء الاصطناعي. الفكرة هي إننا بنتحرك من إن الذكاء الاصطناعي يكون مجرد مساعد ذكي لإنه يكون زميل حقيقي في الفريق، زميل بياخد المبادرة بنفسه. مرحبا بيكم في عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي. طيب خلينا نبدأ سؤال هو أساس الموضوع كله النهاردة. ماذا لو الذكاء الاصطناعي ما بقاش دوره إنه يجاوب على أسئلتنا وبس؟ لا، بقى بيتصرف من نفسه. تخيلوا معايا كده للحظة ذكاء اصطناعي مش قاعد مستني أمر، لا ده هو اللي بيشوف المشكلة فين وبيحط خطة عشان يحلها ويستخدم أي أداة مستجهة وينفذ المهمة دي للآخر. وهنا بقى تيجي مقولة بصراحة عبقرية من أندرو إنج بتلخص حجم النقلة دي كلها. بيقول إيه؟ أعتقد إن الذكاء الاصطناعي هو الكهرباء الجديدة. بالظبط كده، فكروا فيها. زي ما الكهرباء غيرت كل حاجة، كل تفصيلة في حياتنا وشغلنا، الذكاء الاصطناعي هو كمان تكنولوجيا هتغير كل شيء بنفس الطريقة. طيب دي خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. الأول هنشوف إزاي بننتقل من مجرد إجابات لأفعال حقيقية. بعدين هنتكلم عن مشكلة بسميها المصادر المتدرب العبقري، وهنفهم الوكيل ده بيفكر إزاي. بعدها هنكشف عن الثلاث مكونات الأساسية ليه، وفي الآخر هنشوف إزاي ممكن يكون عندنا أول زميل فريق من الذكاء الاصطناعي. يلا بينا نبدأ بأول نقطة، من الإجابات إلى الأفعال. وهنا بنتكلم عن التحول الكبير ده، من مجرد أدوات سلبية بتستنى الأوامر لزملاء فريق عندهم روح المبادرة. عشان نفهم حجم القفزة دي، خلينا نرجع خطوة لورا ونبص على تاريخ الأتمتة. زمان خالص كان الشغل كله يدوي. بعد كده ظهرت الروبوتات اللي هي بتعمل مهمة متكررة ومملة بقواعد ثابتة، يعني لو القاعدة اتغيرت الروبوت بيقف. المرحلة اللي بعدها كانت الذكاء الاصطناعي اللي بيساعدنا، بيدينا اقتراحات وأفكار. لكن دلوقتي احنا في مرحلة مختلفة تماماً، مرحلة الذكاء الاصطناعي الوكيلي. ده بقى كيان مستقل، هدفه يوصل لنتيجة معينة وبينفذ كل حاجة لوحده عشان يوصل لها. دي مش مجرد خطوة، دي قفزة عملاقة في فكرة الأتمتة. تمام. وده بيودينا للنقطة التانية والمهمة جدا، مشكلة المتدرب العبقري. وده بالظبط اللي هيوضح لنا ليه الأدوات الحالية على الرغم من قوتها لسه فيها قصور. التشبيه ده بصراحة بيوصف الوضع بالملي. فكر فيهم كأنهم متدربين عباقرة. يعني إيه؟ يعني عندهم قدرات خارقة، أذكياء جدا، بس قاعدين مستنيين حد يقول لهم يعملوا إيه بالظبط. الموديلات اللغوية الكبيرة اللي كلنا بنستخدمها زي تشات جي بي تي هايلة طبعاً، بس طبيعتها سلبية، بتستنى الأمر وتنفذه وبس. عشان نوضح الفرق أكتر، خلينا ناخد المقارنة دي. الطريقة العادية اللي بنسميها زيرو شوت برومبتنج، الذكاء الاصطناعي فيها بيكتب الإجابة من أولها لآخرها في مرة واحدة. تخيلوا كأن حد بيكتب مقال كامل من غير ما يستخدم زرار الباك سبيس مرة واحدة، مستحيل يطلع كويس. أما بقى في مسار العمل الوكيلي، الموضوع مختلف تماماً. الذكاء الاصطناعي بيشتغل زي ما أي إنسان محترف بيشتغل، بيبدأ بوضع خطوط عريضة، بعدين يبحث عن معلومات، يعمل مسودة أولى، وبعدين يراجعها وينتقدها ويحسنها. ده الشغل الصح. طيب، حلو قوي الكلام ده، بس إزاي بقى الوكيل الذكي ده بيفكر أو بيعمل الشغل التكراري ده؟ هنا بقى بتيجي قوة التفكير المنطقي ومسارات العمل اللي فيها مراجعة وتحسين مستمر. وهنا بقى الدليل بالأرقام، وبصراحة الأرقام دي صادمة. شوفوا معايا الرسم البياني ده. لما طلبوا من موديل جي بي تي 3.5 إنه يحل مشاكل برمجية بالطريقة العادية، دقته كانت كام؟ 48%. نتيجة مش بطالة. بس لما استخدموا نفس الموديل بالظبط بس خلوه يشتغل بمسار عمل وكيلي، الدقة نطت ل 95%. تخيلوا؟ ده بيثبت لنا حاجة مهمة جدا. ساعات طريقة الشغل بتكون أهم من الأداة نفسها. نفس العقل، نفس الموديل، بس النتائج اتغيرت بشكل جذري. طب إزاي بيوصل للدقة العالية دي؟ السر كله في 4 طرق أو أنماط تصميم بتخليه يفكر بشكل أعمق. أول حاجة التأمل أو الرفليكشن، وده معناه إن الوكيل بيراجع شغله وينتقده عشان يحسنه. تاني حاجة استخدام الأدوات، يعني مش محبوس في نفسه، لا ده بيقدر يبحث عن النت أو يستخدم برامج تانية. تالت حاجة التخطيط، يعني بيكسر الهدف الكبير لخطوات صغيرة ومنطقية. ورابع حاجة ودي قوية جدا، تعاون الوكلاء، يعني كذا وكيل يشتغلوا مع بعض كفريق، كل واحد ليه دور عشان يحلوا مشكلة معقدة. لغاية هنا احنا فهمنا ليه الموضوع ده مهم وعرفنا قوته. دلوقتي خلينا ندخل في الإزاي. القسم الرابع، المكونات الثلاثة للوكيل الذكي. دي زي وصفة سحرية لبناء أول زميل فريق لينا من الذكاء الاصطناعي. الموضوع بسيط، نقدر نلخصه في 3 حروف: MCP.
الام هي الموديل أو النموذج، وده يعتبر المخ أو العقل بتاع الوكيل زي GPT-4 مثلا. السي هي الكونتكست أو السياق، ودي كل المعلومات اللي الوكيل محتاجها عشان ياخد قرارات صح زي ملفات العملاء أو مستندات الشركة. وأخيرا البي هي البروتوكول أو البروتوكول، ودي ببساطة القواعد والصلاحيات، إيه اللي مسموح له يعمله وإيه اللي مش مسموح. ونوصل لآخر قسم معانا النهاردة، وهو الجزء العملي بقى، أول زميل فريق من الذكاء الاصطناعي. هنا هنشوف إزاي الكلام النظري ده كله بيتحول لحاجة نقدر نستخدمها في شغلنا. وقبل ما نكمل لازم نوضح فرق جوهري بين الأتمتة التقليدية اللي نعرفها والذكاء الاصطناعي الوكيلي. الأتمتة التقليدية اللي بنسميها RPA بتشتغل بقواعد جامدة. لو حصل أي تغيير بسيط في المدخلات النظام كله بيقف. هي بتركز على تنفيذ الخطوات وبس. أما الذكاء الاصطناعي الوكيلي فده عالم تاني خالص. هو مرن وقادر يتكيف. لو قابلته مشكلة أو استثناء بيعرف يتعامل معاه ويتعلم منه. الأهم من كل ده هو مش بيركز على الخطوات، هو بيركز على النتيجة النهائية، الهدف. والكلام ده مش مجرد خيال علمي، لأ، ده واقع بيحصل في شركات كتير دلوقتي. تخيلوا مثلا في قسم المبيعات، وكيل ذكاء اصطناعي بيحلل تاريخ العميل وبيعمل له عرض سعر مخصص ليه تلقائياً. أو في المشتريات، وكيل بيبحث عن أفضل الموردين ويقدم طلبات الشراء المتوافقة مع سياسات الشركة. وفي خدمة العملاء، وكيل بيحل تذاكر الدعم الفني لوحده من الألف للياء. وهنا بقى النقطة الأهم على الإطلاق، وهي إن دور المديرين والقادة هيتغير تماماً. الشغلانة مش هتبقى إننا نكتب كود أو نبرمج الوكلاء دول، لأ، الشغلانة هتبقى إننا نوجههم. دورنا هيتحول من إدارة المهام لإدارة الأهداف، يعني نحدد الهدف، نحط القواعد والحدود، ونرجع النتائج في الآخر. حرفياً المدير هيبقى قائد لفريق من المواهب الرقمية الذكية. طيب السؤال الطبيعي دلوقتي، نبدأ منين؟ الموضوع ممكن يبان كبير، بس ممكن نبدأ بخطة بسيطة من 6 خطوات. أولاً، نستكشف الأدوات الموجودة زي كوبايلوت أو كرو AI. ثانياً، نحدد مهمة واحدة بس تكون متكررة ومملة في الفريق. ثالثاً، نعمل أتمتة لنسخة بسيطة من المهمة دي. رابعاً، ندي للذكاء الاصطناعي السياق والمعلومات اللي محتاجها عشان يشتغل صح. خامساً، ننظم الشغل ده في صورة مسار عمل وكيلي. وأخيراً، ودي خطوة مستمرة، نراقب أداء الوكيل ده ونحكمه. والخلاصة النهائية من كل ده هي رسالة مهمة جدا. مستقبل الشغل مش معركة بين الإنسان والآلة أبدا. المستقبل هو فريق عمل متكامل، فريق عمل تعاونية بتتكون من البشر والوكلاء الأذكياء دول، كل واحد بيكمل التاني. وده بيسيبنا مع سؤال أخير للتفكير. تخيلوا إن زميل الفريق الجديد ده، الوكيل الذكي، جاهز يبدأ شغل من بكرة. يا ترى إيه أول هدف أو أول مهمة هتدوها له؟ سؤال مهم، وإجابته ممكن تكون بداية التغيير الحقيقي.